خلونا في أول حلقة من الحلقات بتاعة رمضان والمذاهب الفقهية نعرف يعني إيه مذهب فقهي أصلا. كلنا بنسمع كلمة المذاهب الفقهية وعارفين الأربع مدارس المشهورة اللي قلنا عليهم، وعارفين الأسماء المختلفة من حنفية ومالكية وشوافع وحنبلة، لكن في البداية خلونا نعرف يعني إيه مذهب فقهي ونحرر المصطلح زي ما بيقولوا الأصوليين. كلمة مذهب فقهي مكونة من مقطعين، الكلمة الأولى وهي مذهب، وهي على وزن مفعل من كلمة ذهب، زي طعم مطعما وشرب مشربا فذهب مذهبا. وبتعني الكلمة في أصلها إن في شخص راجل باحث رأى شيء وارتضاه وحس إن هو حسن، فقرر إن هو يذهب إليه ويكون اتجاهه في التفكير. أما كلمة فقه فتعني في اللغة العلم أو الفطنة، وبالطريقة ديت لو جمعنا الكلمتين مع بعض مذهب فقهي هنلاقي الكلمتين بيعنوا طريقة الفهم أو طريقة صاحب المذهب في الاستدلال في الأحكام الشرعية والفقهية.